السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. جبت لكم اليوم وصفه براوني من اطيب ما يكون. كما راكم تشوفوا الشوكولا باينه في الوسط، تقوم ما نحكي لكمش، لازم تجربوها ومتاكده راح تولي لكم ادمان. نبداو بسم الله. عندنا وصفه تاعنا فيها 3 قطع من شوكولاته الطلي، يعني 300 غرام، كل قطعه فيها 100 غرام. ندوبوها، انا ما قدرتش نقطعها، كانت شويه جامده عندي. بعد ما دوبتها في حمام مائي نضيف لها 150 غرام من الزبده، يعني زبده وليس مارغرين من المستحسن، ونخلطو مليح حتى تذوب لنا ديك الزبده مع الشوكولا تاعنا، ونخلوهم على جهه. ونروحوا للخليط الثاني تاعنا اللي فيه كاس ونص نتاع السكر، ونضيفوا له 3 حبات بيض ونخلطوهم مليح. نقدروا نستعملوا الخلاط الكهربائي وانا نفضل غير بالفوي، ونخلطوه مليح. نتاكدوا السكر لازم يذوب، ومن بعد نروحوا نضيفوا لهم خليط الشوكولا والزبده الدائبه اللي كانت تعتدله الحراره تاعهم. نخلطو مليح ونروحو نضيفو ملعقتين من الكاكاو وملعقة صغيرة من الفانيليا، ونضيفو كاس فرينة. نخلطو مليح، لازم نتاكدوا انه الخليط تاعنا ما بقات فيه حتى كتله، لازم هذوك الكتل كامل ندوبوهم. ونضيفو ملعقه صغيره من خميره الحلويات، انا ضفت عيني ميزاني. ونخلطو مليح الخليط تاعنا. حاجه وحيده اللي ما قلت لكمش عليها، اني ضفت فنجان قهوه، يعني قهوه اللي نطيبوها في الدار، قهوه بريس، يعني هو اختياري. قهوه دائما تعطي جو شباب مع الشوكولا، جربوها ما رايحينش تندموا. وهذه الطريقه تاع الجوز هكا نرابوه او نسكرفجوه، تعطي واحد الجو ايضا شباب. دائما الجوز مع البراوني، هذا ما نقولكمش دامار، جربوا الجوز في البراوني. شفت هكا وصفات يديروه يعني بلا جوز ولا مكسرات، انا نفضل الجوز وحده مع البراوني. جربوه بهذه الطريقه بكل هذو المكونات ورايح يولي لكم ادمان. ولهنا بعد ما طيبته على 170 درجه لمده 20 دقيقه، هذه هي النتيجه، براوني ولا اروع. كما راكم تشوفوا الشوكولا باينه في الوسط، القوم ما نحكي لكمش. ان شاء الله تجربوه وتذوقوه وتستمتعوا به. جربوها ما رايحينش تندموا عليها. ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.